السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النال سيفت وعرفناها وعرفنا المشاكل اللي هي بتسببها، وكان بالنسبة لنا الموضوع كله كان عبارة عن ان الكومبايلر بيحذرني وانا برد عليه. خدنا اول رد، تمام، اللي هو كان عبارة عن ان انت كنت بتقول للكومبايلر انا عارف ان القيمة دي بنال، ولما حضرتك جيت استخدمتها لازم تأكد له ان هي ايه، ان هي مش بنال او بتضمن له ان هي مش بنال. ولكن لو كان حصل مشكلة او لو ولكن لو كان المتغير ده قيمته بنال وهو بيعمل ران كان بيوقف لك ايه، بيوقف لنا التطبيق وبيطلع لنا اكسبشن. تمام. قلت لك كده في اول الفيديو اللي فات، قلت لك خلي بالك احنا نطلع بمعلومه ان المتغير او الكومبايلر ما بيمنعكش ان انت تعمل متغير نلبل، ولكن يمنعك لما تيجي تستخدم مين المتغير ده، او بمعنى اخر لما تيجي تعمل اي اكشن على المتغير ده اللي هو قيمته بنال. جميل. جميل. طيب، انا دلوقتي نشيل دول كده. تمام. وتعالى نشوف حاجه مهمه قوي. انا خلي بالك انا قلت لك ان انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله، الكومبايلر بيقول لك انا ما عنديش مشكله ان انت تعمل متغير نلبل عادي. تمام. وانت دلوقتي عملت متغير وبتطبعه، موضوع بسيط خالص. فانت لما تيجي تطبعه هطبع لك ان المتغير ده قيمته ايه، قيمته بنال. تمام. طيب، هو ما منعكش او ما طلعش اكسبشن ليه؟ لان انت ما حاولتش ان انت تعمل عليه اكشن معين. طيب، لو جيت عملت اكشن معين وليكن مثلا ده، عارفين ان ده متغير ودي الدوت اوبريتور، فبيجيب لي مجموعه معلومات او مجموعه عمليات على مين، على المتغير ده. وليكن انا عايز اطلع معلومه معينه واقول له هل ان المتغير اللي انا عملته ده القيمه بتاعته مثلا قيمه زوجيه. يعني هل الرقم ده اللي انا مدخله ده اللي هو الان واحد المفروض ان هو انت يعني هيحمل رقم وليكن 5 6 7 20. انا عايز اتشيك هل الرقم ده اللي انا او المتغير ده القيمه بتاعته فردي ولا زوجي، هل هي ايفن، هل هي رقم زوجي. طيب، انا دلوقتي دخلت في مرحله ايه، ان انا بعمل عمليه او بعمل اكشن معين على المتغير ده اللي هو قيمته بكام، بنال. طيب، فانا دلوقتي لما جيت عملت عمليه هو منعني. تمام. طيب، فكان الحل من خلال المره اللي فاتت ايه، ان انا احط مين، اللي هي علامه التعجب دي. معناها ايه، ان انا بضمن لك ان المتغير ده مش هيبقى منال، لا ده هيبقى له قيمه. فكان بالتالي لما كنت اعمل ران الاقي ان هو كان بيطلع لي اكسبشن من نوع ايه، نال تشيك ايه، اوبريتور. طيب، خلي بالك انا دلوقتي هرد عليه رد تاني، هقول له انا عارف ان هو بنال اهو، ان المتغير ده بنال، صح. طيب، ولكن لو انا جيت اعمل عليه عمليه معينه، تمام، وانت جيت في الران لقيته بنال، ما توقفليش البرنامج. يعني ما تجيبليش الشكل ده، ما تقوليش نال تشيك ابروت. اصل خلي بالك كلمه معنى الموضوع ده، ده معناه آه، ده معناه الشكل اللي هو الاكسبشن بيجي لي ده نال تشيك ابروتور ده، ده معناه ان التطبيق وقف. ده معناه ان التطبيق حصل فيه اكسبشن، اتعمل له كراش، وقف. طيب، انا بقول لك لا ما توقفهوليش. لو انا جيت استخدمت متغير، عملت عمليه او اكشن على متغير قيمته بنال وليكن زي اللي هنا ده، ما توقفليش البرنامج، لا اطبع لي ان هو بنال. اعمل ايه، اطبع لي ان هو بنال، بس ما توقفليش البرنامج. عشان اقول له الكلمه دي هاجي وانا بستخدمه، مش وانا بعرفه دي وانا بعرفه او انا بنشئه، انا وانا بستخدمه هحط هنا قبلها كده علامه مين، علامه الاستفهام. معنى علامه الاستفهام دي ان هو، ان المتغير الان واحد ده صح، مش هو ممكن يكون بنال، ايوه. طيب، لما جيت عليه حضرتك عملت عليه عمليه معينه او بتعمل اكشن معين، قال لك لا، غير مسموح ان انت تعمل اكشن معين. ليه؟ لان هو قيمته بنال.
كنت انا باجي المثال اللي فات بقول له ايه، بحط علامه تعجب، كاني بقول له ايه، لا انا ضامن ان ان المتغير ده قيمته مش هتبقى بنال. صح. فما كان يخش يعمل رن ويلاقي ان قيمته بنال، فيطلع لي اكسبشن يوقف لي البرنامج. طيب انا عايز ارد عليه رد تاني، هقول له انا عارف ان المتغير ده بنال وانا عايز استخدمه وانت مانعني. طيب لما حضرتك تيجي تستخدمه وتلاقي قيمته بنال، ما توقفليش البرنامج، ما تطلعليش نال تشيك اوبريتور، ما تطلعليش الاكسبشن ده، اطبع لي بس ان هو قيمته بنال، عرفني ان هو قيمته بنال. فبالتالي عشان اقول له الكلمتين دول احط علامه مين؟ علامه الاستفهام. لو جينا عملنا رن هنلاقي ان هو طبع لمين؟ طبع لي كلمه رن، ايه، طبع لي كلمه نل. مش كان لو كنا شلنا دي وبدلناها بعلامه التعجم كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيحصل لنا اكسبشن، البرنامج بقف. صح، نال تشيك اوبريتور. ليه؟ لان حضرتك قلت له انا بضمن لك مليون في المية، عملت نفسك بقى اللي انت يعني الواد الواثق والواد اللي ما فيش منك، وبتقول له لا انا بضمن لك ان المتغير ده هيبقى له قيمه. فحضرتك جيت عملت ران، كومبايلر الاب نال، قام راح موقفك، قال لك طب ماشي انت عامل نفسك واثق من نفسك، طب انا هوقف لك البرنامج. طيب اما الوقت تقول له معلش انا عارف ان المتغير ده بنال وانا ممكن استخدمه. صح، بس حضرتك معلش لما اجي استخدمه وتيجي تعمل ران وتلاقي قيمته بنال، ما توقفليش البرنامج، عدها لي، ما توقفني، حذرني وكل حاجه، بس ما توقفنيش البرنامج. اطبع لي بس عرفني ان هو بنال، قول لي ان القيمه ده بنال، برنت نال، او اطبع لي في الكومبايلر ان هو بنال مثلا. تمام. فبالتالي هقول له ايه؟ علامه الاستفهام دي. حتى انت لو جيت بصيت لما قلت له علامه استفهام هو عارف اصلا ومتاكد ان هو بنال. صح، لان انت ما جيتش عرفته، ما جيتش اديت له قيمه، ما جيتش قلت له ان ان الان واحد مثلا بتساوي مثلا 9 8 اهو. صح. طيب هو اصلا شايف ان الان واحد ده بنال. فحضرتك انت لما جيت تعمل عمليه كان هتلك مشكله، اما حطيت علامه الاستفهام لو جيت بصيت هتلاقي ان الشكل ده او الجزء العمليه او الاكشن اللي انت هتعمله على المتغير ده بقى زي اللي هو زي ايه، كانه متجاهل كده، اتعمل له وضين كانه متجاهل. ليه؟ لانه هو عارف ان ده قيمته بنال، ما زالت بنال. فبالتالي الشكل ده اصلا انا مش هاخده في الحسبان لان انا عارف ان هو بنال. فبالتالي علشان اعمل لك اللي انت عايزه واطبع لك القيمه نال ما اوقفلكش البرنامج، انا هتجاهل مين؟ الشكل ده. طيب مثلا انا فرضا انا اديت له قلت له ان الان واحد مثلا بتساوي مثلا 8. لو جيت بصيت هتلاقي ان دي ظهرت والدنيا تمام. ليه؟ لان انت اصلا الان واحد ده ما بقاش قيمته نال، بقى لا بقى في قيمه، بقى في 8. فبالتالي ده هو اصبح بيقول لك خلي بالك انت العلامه اللي انت حاططها دي يعني ملهاش لازمه، هي مش هتاثر بس ملهاش لازمه. ليه؟ لان هو خلاص ضمن ان مين؟ ان المتغير ده له قيمه. تمام. فبالتالي دي ظهرت عادي. طب نشيلها. اه اعمل لها وضيم. ليه؟ لان هو شايف ان الان واحد ملهاش قيمه، قيمتها بنال، ولكن هو رأفة بك، هو طبيعه الكومبايلر ان لما يشوف حاله زي كده بيوقف البرنامج. فانت استسمحته عن طريق استسمحته من خلال العلامه دي. تمام. استسمحته ان هو ما يوقفلكش البرنامج وتستكفي بس ان هو يطبع لك ايه؟ ان هو يطبع لك نل. وصلت يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه لي كان الرد مين؟ الرد الثاني. تمام. تمام. طيب جميل. طيب تعالى بقى ناخد الرد الثالث. اللي هو إيه الرد الثالث؟ ان انت عندك ان المتغير ده بنل. صح. فكان لما بتقول له انا عارف ان المتغير ده بنال وكنت تحط له علامه التعجب، ده بتحط له علامه التعجب دي لما حضرتك بتكون واثق ان المتغير ده هياخد قيمه قبل ما تعمل رن. صح. جميل. طيب كنت واثق من نفسك وكده، ولكن ايه، انت عرفت ان الثقه الزياده مع الكومبايلر تيجي على دماغك في الاخر لو انت ما حطيتش ايه، لو انت ما خدش قيمه. تمام. زي ما احنا كنا شايفين كده كان بيطبع لنا ايه. ده انا كده، انا بالنسبه لي أنا كده واثق من نفسي بقول له ايه، خلي بالك
انا المتغير اللي هو النل ده انا عارف ان هو النل، واما هتطلع علامه تعجب كاني بقول له زي ما احنا خدنا قبل كده، كاني بقول له ايه، لا ما تشغلش بالك، انا هياخد قيمه ايه، انا متاكد ان هو هياخد قيمه، بس حضرتك الوقت ما اديتلوش قيمه. فلما جيت عملت ران، تمام، كانت النتيجه ان حصل ايه، ان حصل لك مشكله نال تشيك ايه، نال تشيك اوبريتور. تعال نشوف كده. كانت النتيجه اللي هي نال تشيك اوبريتور. دي نتيجه الايه، الثقه الزياده اللي عندك، اللي انت اصلا ما انتش متاكد هل اصلا هو هياخد قيمه ولا لا، بس انت جئرت. طيب تعالى ناخد بقى رد كده جميل ومحترم ومهذب كده، تمام، وبيدل على التواضع بتاعنا. طيب هو انت حضرتك بتستخدم، انت عامل متغير nullable كده. nullable يعني ايه؟ يعني ممكن القيمه بتاعته تبقى بنل، صح؟ صح. طيب فحضرتك لما جيت عملت عليها عمليه معينه، وبقول لك خلي بالك ان المتغير ده بنل، انا ما اقدرش ان انا اعمل عمليه زي دي على متغير قيمته بنل. طيب انا هرد عليه، اقول له مشكورا على التحذير بتاعك، وانا هديك قيمه كده افتراضيه، بحيث ان لما تيجي تعمل رن والمتغير ده انا ما اديتلوش قيمه، فانت هتاخد القيمه الافتراضيه اللي انا عاملها لك دي. اديت له قيمه، فخلاص خد القيمه اللي انا ايه، اللي خدها. تاني، كومبايلر بيقول لك انت حضرتك عندك المتغير اللي انت عامله ده قيمته بنال، وحضرتك جيت استخدمته وهو بنال، وانا ككومبايلر ما اقدرش استخدمه وهو بنال. قول له طيب انا هديك قيمه افتراضيه. القيمه الافتراضيه دي تستخدمها امتى؟ لما تيجي تعمل رن وتلاقي ان المتغير ده فعلا قيمته نل، فانت تستبدل النل بالقيمه الافتراضيه اللي انا هديها لك. طيب لو جيت عملت رن ولقيتني اديت للمتغير ده او المتغير ده فعلا خد قيمه، فانت هتاخد القيمه اللي انا ايه، اللي انا اديتها لك، مش هتاخد بقى القيمه الافتراضيه. احنا القيمه الافتراضيه دي هنديها له، او هو هياخدها او هيعتمدها في حاله ان المتغير بتاعنا ما خدش قيمه خالص. طب اقول لك الكلمتين دول ازاي؟ بكل بساطه. بص يا سيدي، هاجي هنا اقول له اللي هو ال N1 كمتغير بتاعي، شوف هعمل ايه. اقول له علامتين الاستفهام، تمام، ايكوال مثلا 4. كده كأني بقول له ان لو النل، لو ال N1 ده لو انا ما اديتلوش قيمة، فالقيمة الافتراضية بتاعته هتكون بكام؟ بأربعة. وبالتالي العملية اللي هتحصل دي هتتنفذ على مين؟ على الأربعة. لو انا ما اديتلوش ايه؟ لو انا ما اديتلوش قيمة، فبالتالي نفذ ترو. طب تعالى نتخيل بقى ان انا اديت له قيمة N1 ايكوال مثلا 3. شوف الموضوع هيتغير ولا لا. واحنا كنا المره اللي فاتت معتمد على الاربعه اللي هي ترو. طب تعالى نعمل نال كده، ران كده. اه هل هو ان هو ايه، فولس. ليه؟ لان هو اعتمد مين؟ الثلاثه. يبقى انا لما ما اديلوش قيمه هياخد القيمه الافتراضيه اللي هي الاربعه دي. طب لما اديله قيمه خلاص هيعتمد القيمه اللي انا ايه، اللي انا عاتها له دي. يبقى انا هنا كأني بقول له ايه في السطر ده او الشكل ده، كأني بقول له خلي بالك ان انت في حاله ان انا استخدمت متغير قيمته بنل، انا هديك قيمه افتراضيه بناء عليها هتنفذ العمليه اللي انا عايزها. طب لو اديت لك قيمه، خد القيمه اللي انا اديتها لك ونفذ عادي. يبقى الاربعه دي مش هتتاخد الا لما يبقى مين، الا لما يبقى المتغير ان واحد ده بنال ما اديتلوش القيمه، فبالتالي هياخد الاربعه. طب لو اديت له القيمه، هل هيبص الاربعه؟ لا، هياخد الثلاثه بقى، لان انت كده اديت له قيمه. جميل يا شباب، جميل جدا، تمام. ان شاء الله هيبقى معانا حاجه كمان في النال سيفتي، اللي هي مين؟ اللي هي الليت، بس انا مش حابب اتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله، لان عشان مرتبطة بحاجات اكتر في فلاتر، او بمعنى اصح هيكون شرحها اسهل وابسط في واحنا شغالين فين، في فلاتر. كده النال سيفتي
تمام، نكون اتكلمنا عنها واتكلمنا عنها ببساطة، وعرفت ان الكومبايلر ده null shift عبارة عن ان هو الكومبايلر بيحذرني لما باجي استخدم قيمة او اجي استخدم متغير قيمته بنل، فكان المفروض والواجب عليا ان انا ارد عليه بالردود المختلفة اللي احنا اتكلمنا عنها. كده نكون خلصنا كلامنا عن النال سيفتي. بستناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.